اليوم تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي بحلول الذكرى التاسعة لميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا خديجة، مناسبة تجدد معها جميع مكونات الشعب المغربي التعبير عن مشاطرتها الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها، كما تجدد فيها آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. خديجة جمالي. في مثل هذا اليوم تحل الذكرى السعيدة، ذكرى الإعلان عن ميلاد المولودة الثانية لجلالة الملك بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والتي اختار لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اسم لالا خديجة. فيوم 28 فبراير من سنة 2007 تعددت أشكال الاحتفال بالحدث السعيد، حيث أعرب الشعب المغربي قاطبة عن أحر التهاني والمتمنيات بالسعادة للأميرة الميمونة. وفي 7 مارس 2007 ترأس صاحب الجلالة برحاب القصر الملكي بالرباط حفل عقيقة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا خديجة. مناسبة عكست مشاعر التلاحم القائم بين الملك والشعب، حيث شهدت مختلف أنحاء المملكة احتفالات كبرى هي أبلغ صور التعلق التاريخي الأصيل للشعب المغربي بأفراح الأسرة الملكية. وفي 17 من شتنبر 2011 كان الدخول المدرسي الأول لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا خديجة، حدث ترأسه جلالة الملك بالمدرسة الأميرية بالقصر الملكي بالرباط، حيث زار جلالته مرافق المدرسة الأميرية، كما حضر حصة لتلقين القرآن الكريم والدرس الأول لصاحبة السمو الملكي ورفيقاتها في الفصل. وحرصا من جلالته على مواكبة المسار الدراسي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا خديجة، سلم جلالة الملك خلال ترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2014-2015 بالمدرسة المولوية الجائزة الأولى، جائزة الامتياز لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا خديجة. وفي عديد مناسبات وطنية واجتماعية يتابع الشعب المغربي بفخر واعتزاز حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا خديجة، حيث أضحت ذكرى ميلاد سموها مناسبة تحتفل بها كل مكونات الشعب المغربي، تتجدد فيها آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.